مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء وأستهلها بأبرز العناوين. حاكم إقليم القاشبركة يتفقد التنمية في كركبت. الإريتريون في الخارج يحتفلون بعيد الاستقلال. إصابة 33 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. قمة زعماء غرب إفريقيا تعلق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري. وزير الخارجية الإسرائيلي في القاهرة للتباحث بشأن الأوضاع في غزة. هبوط اضطراري في برلين لطائرة تابعة لشركة ريان إير. السلام عليكم ورحمة الله. زار حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي مديرية كركبت من 25 وحتى 27 من مايو، متفقدا البرامج المنفذة من العام الماضي لإرسال الخدمات الاجتماعية الأساسية في المناطق النائية من المديرية. وتفقد السيد الحاكم الطريق الذي يشيد في أمليت وحتى حرنايت، ومشاريع المياه التي يتم إدخالها في ضواحي لوكايب وأتاي وأجمايت ومناطق أخرى، والمدارس التي قارب تشييدها على الانتهاء في ضواحي أتاي وأجمايت وأكايده، وتنمية البساتين الجماعية التي بدأت في أتاي وأنشطة عيادتي لوكايب وأجمايت. وتنفذ الأعمال التنموية والخدمية بتعاون مشاريع الدهلو وقسم البناء والتنمية في إقليم القاشبركة ومكتب وزارة التعليم في الإقليم وإدارة مديرية كركبت والسكان. وطالبت الجهات المشرفة على العمل لمنح الاهتمام لمد خدمات إيريتيل والمؤسسات الصحية اعتبارا لبعد المناطق والتحديات الطبيعية. وذكر السفير محمود حروي لدى لقائه المشرفين على العمل وممثلي السكان مساهمة المشاريع المنفذة لتطور المنطقة وتسهيل حياة السكان، مؤكدا تقديم إدارة الإقليم كل التعاون لإنجازها في الوقت المحدد لها. هذا ورافق حاكم إقليم القاشبركة في الزيارة سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السفير محمود علي جبرة، والمدير العام لقسم التنمية المعمارية في الإقليم المهندس إدريس إبراهيم، ومدير مديرية كركبة السيد عبد الكريم إدريس، ومسؤولين آخرين. احتفل الإريتريون المقيمون في إسرائيل والإمارات الشمالية بدولة الإمارات العربية المتحدة بعيد الاستقلال تحت شعار مستعدون دائما لكل الاحتمالات. واحتفلت الجالية الإريترية في إسرائيل بعيد الاستقلال في 29 من مايو الجاري في تل أبيب بأنشطة ثقافية وفنية، مجددين العهد لتقوية التنظيم وتعزيز المشاركة للدفع ببرامج التصدي الوطني. واحتفل الإريتريون في دبي والإمارات الشمالية يوم 27 من مايو بعيد الاستقلال في مكتب القنصلية الإريترية في دبي. وقال سفير إريتريا في الإمارات العربية المتحدة السيد عثمان محمد عمر في المناسبة إن احتفال عيد الاستقلال يأتي هذه السنة بتحقيق إنجازات كبيرة للتصدي الموحد للشعب، وهنأ الشعب الإريتري وقوات دفاعه. وأوضح رئيس الجالية الإريترية في دبي والإمارات الشمالية السيد عبد القادر محمد سعيد إن شعار هذه السنة مستعدون دائما لكل الاحتمالات له مضمون كبير يربط الماضي بالمستقبل، مؤكدا استعداد الإريتري دوما وأينما كان لقضايا وطنه. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 31 من مايو في مراكز العزل بأقاليم الأوسط وجنوب البحر الأحمر والجنوبي وعنسبة أظهرت إصابة 33 مواطنا بفيروس كورونا، وأظهر 27 من الإصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط، وثلاثة في عصب بإقليم جنوب البحر الأحمر، وإصابتان في صنعاء بالإقليم الجنوبي، وواحدة في كرم بإقليم عنسبة. في غضون ذلك شفي 41 مريضا، 16 من الإقليم الأوسط و15 من إقليم القاشبركة و10 من الإقليم الجنوبي. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 4094، شفي منهم 3853 وتوفي 14 مريضا، فيما لا يزال 227 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات.
وزارة الصحة 31 من مايو 2021. اختتمت المنافسات التي نظمتها السفارة الإريترية في السودان بمشاركة أكثر من 15 فريقا لكرة القدم على كأس الاستقلال. وأفادت المعلومات الواردة من الخرطوم إن المنافسات التي استمرت من شهر مارس وحتى مايو شهدت 56 مباراة في 8 جولات بروح رياضية وتنافسية عالية. وقال سفير إريتريا السيد عيسى أحمد عيسى في ختام المنافسات إن الرياضة تسهم إلى جانب فوائدها الجسدية والصحية في تمتين الوحدة، موضحا بأن المجتمع الذي يحافظ على وحدته وقيمه لن تهزمه أي قوة أو مؤامرة، مؤكدا مواصلة المنافسات بتنظيم أقوى مستقبلا. وشكر رئيس اتحاد إير ليج 2021 الشاب يعقوب تسفاي الدعم والتشجيع الذي حصلوا عليه من السفارة الإريترية والجالية الإريترية في الخرطوم وضواحيها، داعيا جميع المواطنين لتعزيز المساهمة لضمان الاستمرارية. وذكر مسؤول الشؤون الشعبية في السفارة السيد إسماعيل موسى إن المنافسات التي استمرت ل3 أشهر بتنظيم وإدارة الشباب بيّنت القدرات لتنظيم أفضل مستقبلا، مشيدا باللاعبين ورعاة الفرق وأعضاء الاتحاد. وقدم السفير عيسى أحمد والدبلوماسيين الآخرين ومسؤولي التنظيمات الوطنية الجوائز للفرق الفائزة والرياضيين المميزين والمساهمين. وكان اتحاد إير ليج 2021 قد نظم منافسات مماثلة بمشاركة 12 فريقا على كأس فنكل. يقوم المزارعون في مديرية حقات بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه استعدادا لموسم الخريف. وبدأت الأنشطة في شهر فبراير فرديا وجماعيا في الأراضي الزراعية بهدف الحفاظ على كل قطرة ماء وتخصيب التربة. وأوضح خبير حماية التربة وحفظ المياه المهندس مرهاوي تسفاي بناء المدرجات في مساحة 253 كيلومترا في 15 ضاحية بالمديرية. في غضون ذلك يقوم سكان مقابر صاهلة في مديرية منحيلي بنفير لبناء سد جديد وصيانة السد القديم. قام شباب الأعضاء في وزارة الصحة بالإقليم الأوسط بالتبرع الطوعي بالدم جماعيا في 29 من مايو. وقال الممرض تسفاهي بأمنة إنهم كانوا يتبرعون بالدم فرديا سابقا، وهذا التبرع جاء جماعيا لفعالية أكبر. وأكد المهنيون الصحيون إن عملهم في المجال الصحي جعلهم يدركون جيدا أهمية الدم لإنقاذ الحياة. سيداتي وسادتي، فاصل وأعود لمواصلة الأخبار. قرر زعماء غربي إفريقيا تعليق عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المؤقت، وذلك خلال اجتماع انعقد بالعاصمة الغانية أكرا حضره قائد الانقلاب آسمي غويتا الذي أصبح رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد. ونقلت وكالة رويترز عن وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشواي إن إيكواس قررت تعليق عضوية مالي، كما اشترطت على المجلس العسكري في مالي الالتزام بفترة انتقالية لمدة 18 شهرا وانتخابات رئاسية في فبراير 2022. وخلال القمة الطارئة أكد رئيس غانا نانا أكوفو آدو تعهد دول الإيكواس بالعمل على تحقيق انتقال سلمي في مالي. وعين غويتا يوم الجمعة الماضي رئيسا مؤقتا ليضع مالي في مسار تصادمي مع مجموعة إيكواس المؤلفة من 15 دولة، والتي تصر على أن يقود مدنيون المرحلة الانتقالية. وأغلقت دول الإيكواس الحدود مع مالي وأوقفت التعاملات المالية معها ردا على انقلاب العام الماضي، وتسببت العقوبات في تراجع واردات الدولة بنسبة 30% قبل رفعها في أكتوبر الماضي.
التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي في القاهرة للتباحث بشأن الأوضاع في قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتعد زيارة أشكنازي إلى القاهرة الأولى لوزير خارجية إسرائيل منذ 13 عاما. وبحث الوزيران سبل العمل على تسهيل عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل عاجل خلال المرحلة المقبلة. وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية أن زيارة أشكنازي أتت في إطار تواصل مصر مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة. وتأتي زيارة أشكنازي بينما يزور رئيس المخابرات المصرية عباس كامل الأحد الأراضي الفلسطينية لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل المسلحة في قطاع غزة، والذي جرى التوصل إليه بوساطة مصرية بعد نزاع دام استمر ل11 يوما. أجبرت طائرة تابعة لشركة ريان إير متجهة من دبلن إلى كراكوف على الهبوط في برلين بعد تهديد بوجود قنبلة وفقا لوسائل الإعلام، غير أنها تمكنت لاحقا من مواصلة رحلتها. وصرح متحدث باسم شركة برلين لوكالة فرانس بريس أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الشرطة انتهت بدون أن يتم رصد أي خطر. ووفقا لصحيفة بيلدا تسايتونغ كان الأمر يتعلق بتهديد بوجود قنبلة تبين أن لا أساس له من الصحة. وهبطت الطائرة التي تقل 160 راكبا على مدرج في مطار برلين براندنبورغ جنوب العاصمة الألمانية. وفي يوليو 2020 اضطرت طائرة تابعة لشركة ريان إير كانت تسير رحلة بين دبلن وكراكوف للهبوط بشكل طارئ في لندن على إثر تهديد بوجود قنبلة تبين أيضا أن لا أساس له من الصحة. تزامنا مع تسلق أول ضرير آسيوي جبل إيفرست، تسجلت شابة من هونغ كونغ رقما قياسيا جديدا كأسرع امرأة في العالم تصل إلى أعلى قمة في العالم، والتي يبلغ ارتفاعها 8849 مترا. وصرح الصيني تشانغ هونغ البالغ من العمر 46 عاما حين وصل إلى قمة إيفرست أن عملية التسلق الشاقة بدأها في 24 من شهر مايو الجاري في الجانب النيبالي من الجبل. ولد تشانغ بجنوب غربي الصين وفقد بصره وهو في سن 21 عاما بسبب الجلاكوما، ويعد الضرير الثالث في العالم الذي يتسلق جبل إيفرست. أما المدرسة السابقة في هونغ كونغ تسانغ ين هانغ، والتي أكدت على أنها لطالما آمنت بالطموحات الكبيرة، فقد تسلقت تسانغ جبل إيفرست في وقت قياسي بلغ 25 ساعة و50 دقيقة في 23 من مايو الجاري. وجاء إنجاز تسانغ بعدما أصدرت نيبال عددا قياسيا بلغ 408 تصاريح لتسلق جبل إيفرست لموسم التسلق الحالي بعد إلغاء موسم العام الماضي بسبب الوباء. مع أجمل التمنيات لكم، وفي ختام هذه النشرة أعود فأذكر بأبرز عناوينها. حاكم إقليم القاشبركة يتفقد التنمية في كركبة. الإريتريون في الخارج يحتفلون بعيد الاستقلال. إصابة 33 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. قمة زعماء غربي إفريقيا تعلق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري. وزير الخارجية الإسرائيلي في القاهرة للتباحث بشأن الأوضاع في غزة. وهبوط اضطراري في برلين لطائرة تابعة لشركة ريان